السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو فيه تشكيلة كده، بس تشكيلة عجيبة. يعتبر الفيديو ده يعني من أحسن الفيديوهات اللي الواحد عملها. ياريت تتابعوه للآخر وتشوفوا ماذا دار في الفيديو وماذا حصل. مش هقول ايه اللي حصل في الفيديو، لكن هلمح ببعض الكلمات كده. تابعوا الفيديو وشوفوا ايه اللي دار بالظبط من مرتضى منصور وشيكابالا وحسين الشحات ومجدي عبد الغني وتامر عبد الحميد ويعقوب السعدي واحمد شوبير وبصوا وشيكابالا يعني ومصطفى يونس، وحاجة ما يعلم بيها الا ربنا. كلام خطير وضحك للركب وضحك على الدقون وكلام ابن عم حديد. ونشوف هنرد عليه نقول له ايه. واسمعوا اخطر فيديو وضحك للصبح. المستشار مرتضى منصور الجلوس مع كل من رئاسة الجمهورية، السيد المحترم رئيس الوزراء، سيد المحترم وزير العدل، سيد المحترم رئيس الشباب وزير الشباب والرياضة، سيد المحترم وزير القوى العاملة، سيد المحترم وزير الإسكان، سيد المحترم رئيس المخابرات جهاز المخابرات العامة، سيد المحترم رئيس جهاز أمن الدولة للاجتماع بكم وحل مشاكله الداخلية وحل مشاكل نادي الزمالك ومشاكل المستشار مرتضى منصور. تعالوا نشوفوا مع بعض الأدهى والبلاوي السوداء اللي بتتحدث عن الناس، وهو بيشتم حسين الشحات واخو حسين الشحات وبيقول له جزمة شيكابالا برقبتك انت واخوك يا شحاتين يا كذا يا كذا، بالرغم ان مفيش مبرر ولا مناسبة انه يشتم حسين الشحات. وتعالوا بعد ما هيشتم حسين الشحات ويقول له جزمة شيكابالا، الموقف اللي يضحك وهو بيشتم شيكابالا من فترة بسيطة كده هتسمعوا شتيمته لشيكابالا اللي هو عنده الاسطوره بتاع نادي الزمالك، وشتمه يعني اقسم بالله لدرجه انه قال له ده انت كنت بتشحت الجزمه، كنت بتشحت الجزم من امير ابني. تعال نشوفوا ماذا شتم شوبير. شتم شوبير باقبح الالفاظ والفاظ تحاسب عليها، وبيقول لك انا بهدي. تابع الفيديو يا فندم. ومجلس إدارة النادي الأهلي ابن اللواء زكريا سراج الدين، ابن البطل اللواء زكريا سراج الدين، شتم ابنه محمد سراج الدين وقال له ايه، بس هو طقطق له ورد عليه رد قاسي ورفع عليه قضية. ده الأستاذ محمد طبعا. وقال كلام يعني قال له كلام يعني انا مش هنشره لان نشرته على القناة التانية والفاظ وحشة، فعيب ان انا هنشرها. تابعوا. هو معانا ضحيتين او 2 مرتزقة كمان طلعوا يتكلموا عن النادي الاهلي، و تامر عبد الحميد هو ومجدي عبد الغني قاعدين مش لاقيين حاجة يقولوها ولا يعملوها في القناة، لأنه تامر كان ضيف عند مجدي، فقاعدين يهرتلوا شوية كده. تامر عبد الحميد انت نسيت لما كان نازل فيك شتيمة وقعدك من الشغل وقعدك من القنوات، واللي كان واقف جنبك عشان تصرف على نفسك وعلى بيتك قناة اليوتيوب اللي كنت عاملها، واحنا اللي كنا بنشاهد، واحنا اللي كنا بنشاهد لك، واحنا اللي كنا بنتابعك وكنا بنشجعك. فاكر يا تامر لما اشتغلت في قناة الحدث ورحت لما رحت تأسفت له، بعد كده رحت تأسفت له وشغلك في قناة الحدث، طلع دلوقتي تهاجم النادي الاهلي. والله العظيم يا اخي اللي اختشوا ماتوا. عموما فيديوهاتك لسه موجودة على قناتك يا تامر عبد الحميد، وفيديوهاته هو موجودة، بس هو شتمك شتيمة وحشة وانا عيب عليا لانها الفاظ قذرة، وانا عيب عليا لما انزل الشتيمة اللي هو شتمها لك على القناة عندي. تابعوا تامر عبد الحميد ومجدي. تامر بيقول لك الراجل الواحد هو قرار فردي بحت، يعني معنى كده ان النادي الاهلي قرار الخطيب، وان مجلس الاداره والجمعيه العموميه واللجنه الفنيه
ولجنة شؤون القرى ما لهمش لازمة. الرأي رأي الخطيب، وان النادي مش نادي مؤسسي، وبيحاول يجمل الكلام لمرتضى منصور، او بيحاول يعني يكون يقول له يعني عاوز يقول له مرتضى منصور ايه رأيك، عجبتك؟ طيب يا تامر يا تمورة بيه يا تمطيرو، هو تمور، ولو حطينا لها ايه تبقى ايه؟ طيب ما علينا. عموما النادي الاهلي نادي مؤسسي، والخطيب عمره ما كان عنصري، واذا كان اللي بياخد القرار فهو رئيس النادي بتاعك اللي انت بتهتم بيه، اللي بيقعدهم حواليه على الترابيزه، لا اني لا اسمع ولا انطق ولا اتكلم، واللي بيتكلم ما بيحضرش الاجتماع تاني، ومحدش يستجرأ انه يتكلم. متهيألي يعني ان ممكن الكرسي يتحرك، لكن هم ما بيتحركوش ولا ينطقوا ولا يتكلموا. لا املك الا ان اقول لكم قبل ما اختم، عاوز اقول حاجه بس، ان في اخ او حد قال لي الفيديوهات طويله. يا جماعه والله الفيديوهات الرياضيه او كتر الاحداث هي اللي بتطول الفيديوهات، وما نقدرش ان احنا يعني يعني احنا بنقطع من الفيديو كتير وبنحاول ومونتاج وما ادراك، عشان الفيديو يعني الفيديو بيبقى اصلا ممكن ياخد ساعه الا ربع، والله العظيم بنصفيه على 15 دقيقه او 13 دقيقه او 20 دقيقه بالعافيه عشان خاطركم. والله غصب عننا، معلش استحملوني، ولكن لا املك الا ان اقول لكم دمتم في رعايه الله دائما مسرورين مسعودين الى قبر الرسول زائرين. دعمونا باللايك والشير، وصلوا على النبي الزين في رعايه الله جميعا. ولكم مني كل التقدير والاحترام، انتم جميعا فوق راسي احلى متابعين.